أنا عايز أبدأ كلامي بشكر خاص لمنتخب موزمبيق الشقيق وللشعب الموزمبيقي زنبوق زنبوق على دعمهم لينا ومساعدتهم لمنتخبنا، عشان لولاهم كنا زماننا دلوقتي زانقين اللعيبة في أي جنب ومقلعينهم ملط ونازلين عليهم بالخرزانة بسبب العك الكروي اللي حصل في دور المجموعات ده. منتخب مصر اتعادل الثلاث مباريات في دور المجموعات، ودي حاجة أول مرة تحصل في تاريخ مصر، لكنها مش أول مرة تحصل في التاريخ عموما، لأن في منتخبات قبل كده في بطولات رسمية مجمعة اتعادلت الثلاث مباريات وصعدت للدور الثاني، وهقول لكم دلوقتي شوية أمثلة على كده ومصيرهم كان إيه في البطولة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. أنا أحمد خليفة، وهنتكلم النهاردة عن منتخبات صعدت من دور المجموعات بدون فوز. بعد الأداء الدفاعي الكوميدي اللي قدمه منتخبنا في الثلاث مباريات اللي فاتوا في دور المجموعات، ربنا سترها معانا والحمد لله قدر منتخب مصر يتأهل لدور ال 16 من بطولة الأمم الإفريقية 2023 عشان يقابل منتخب الكونغو الديمقراطية. بس يا ترى هنعمل ايه بعد ما تأهلنا من غير ما نقدر نكسب ولا مباراة؟ مصر اتأهلت في المركز الثاني برصيد 3 نقط من 3 تعادلات بنفس النتيجة 2-2 مع موزمبيق وغانا وكاب فيردي. لكن تعادل منتخب موزمبيق مع منتخب غانا في آخر ثواني من المباراة خلانا نصعد تاني بعد كاب فيردي المتصدر ب7 نقط، وقبل غانا اللي خسرت مباراة وتعادلت 2 وما قدرتش تجمع غير نقطتين بس. كلنا دلوقتي بنقول يا ترى مصيرنا هيبقى ايه في البطولة؟ هنقدر نكمل وناخد البطولة ونحقق أغلى لقب في تاريخ الكرة المصرية؟ ولا عدم فوزنا في أي مباراة في دور المجموعات مؤشر على إننا هنودع البطولة بدري بدري ونركب أول طيارة على القاهرة؟ وعشان تحاول تتوقع اللي هيحصل لازم تبص على حالات مشابهة في تاريخ الكورة، عشان ده ممكن يساعدك إنك تتخيل مصير المنتخب في الفترة الجاية. وأول حالة هنتكلم عنها حصلت في كأس العالم 1958 اللي كانت بتتلعب في السويد، ودي كانت أول بطولة تتنقل تلفزيونيا في كل أنحاء العالم، وعلى الرغم من كده ما قدرتش دول أوروبا الشرقية من متابعة البطولة لأن تقنية البث التلفزيوني ما كانتش لسه دخلت فيها أصلا. منتخب ويلز وقع في المجموعة الثالثة مع السويد والمجر والمكسيك، وقدر يجمع 3 نقط بعد التعادل في الثلاث مباريات ويصعد لدور ال 16. لكن الحظ السيء بقى لمنتخب ويلز إنه قابل البرازيل في دور الثمانية. طبعا البرازيل في 58 بقيادة الأسطورة بيليه اللي وقتها كان عنده 17 سنة بس، قدرت تفوز على ويلز وتخرجها من البطولة عشان تصعد للمربع الذهبي وتقابل منتخب فرنسا وتفوز عليه 5-2 في مباراة اتألق فيها بيليه وأحرز هاتريك، وبعدها تصعد للنهائي وتفوز على السويد بنفس النتيجة 5-2. والأسطورة بيليه قدر يحرز هدفين ويقود المنتخب لتحقيق كأس العالم، ودي كانت المرة الوحيدة اللي منتخب غير أوروبي يفوز بكأس عالم متنظمة في القارة العجوز. بطولة 58 حصل فيها حاجة ما اتكررتش تاني في التاريخ، وهي إن لاعب يقدر يحرز 13 هدف في نسخة واحدة من كأس العالم. صاحب الإنجاز ده هو الفرنسي من أصل مغربي جوست فونتن، اللي محدش قادر يكسر رقمه لحد دلوقتي على الرغم من زيادة عدد الفرق وبالتالي زيادة عدد المباريات. الحالة التانية حصلت في كأس العالم 1982 اللي اتلعبت في أسبانيا، البطولة اللي قتلت كرة القدم. كأس العالم 1982 كان واحد من أمتع النسخ اللي ممكن تشوفها في حياتك. لو اتفرجت على شوية الرسامين اللي جمعهم المدير الفني لمنتخب البرازيل من شواطئ الكوبا كابانا في ريو دي جانيرو، هتحس بمتعة كروية عمرك ما حسيت بيها قبل كده. منتخب ممتع ومذهل ويخليك لو مالكش في الكورة تحبها وتعشقها. وبكل تأكيد منتخب البرازيل كان يستحق لقب البطولة دي بجدارة، لكن للأسف ده ما حصلش. أنا عامل حلقة عن البطولة دي، لو عندك وقت ادخل اتفرج عليها وهسيب لك اللينك في الديسكريبشن. وقع منتخب إيطاليا بقيادة العظيم باولو روسي في المجموعة الأولى مع بولندا والكاميرون وبيرو، وقدر يجمع 3 نقط من التعادل في ال3 مباريات ويصعد بفرق الأهداف على حساب الكاميرون اللي تساوى معاه في النقط. نظام بطولة 82 كان مختلف شوية عن باقي البطولات. البطولة كانت بتضم 24 منتخب بيتم تقسيمهم ل6 مجموعات، يصعد الأول والتاني للدور التاني. في الدور التاني بيتم تقسيم ال 12 فريق اللي صعدوا ل4 مجموعات، كل مجموعة 3 فرق، يصعد أول كل مجموعة للمربع الذهبي. وقعت إيطاليا في الدور التاني في مجموعة في غاية الصعوبة مع الأرجنتين والبرازيل، لكنها قدرت تكسب الأرجنتين 2-1. أما في مباراة البرازيل، أو بمعنى أصح المباراة اللي ماتت فيها كرة القدم، منتخب إيطاليا قدر يفوز على فنانين البرازيل بنتيجة 3-2
عشان يصدم كل محب الكرة في العالم ويتأهل للمربع الذهبي ويكسب منتخب بولندا 2-0، ومن بعدها يتأهل للنهائي ويفوز على ألمانيا الغربية 3-1 ويحقق لقب البطولة. الحالة الثالثة حصلت في كأس العالم 1986 اللي اتلعبت في المكسيك، وقدر يفوز بيها منتخب الأرجنتين بعد التألق غير العادي لنجمه دييجو أرماندو مارادونا. منتخب بلغاريا في البطولة دي وقع في المجموعة الأولى مع الأرجنتين وإيطاليا وكوريا الجنوبية، وتأهل للدور الثاني بس بطريقة أسوأ شوية من الحالتين اللي فاتوا. بلغاريا خسر مباراة وتعادل مباراتين وقدر يجمع نقطتين بس خلته يصعد ضمن أفضل توالت مع بلجيكا وبولندا والأوروجواي. لكن للأسف بلغاريا اصطدمت في دور ال16 بصاحب الأرض والجمهور منتخب المكسيك وخرجت منه بعد الخسارة بنتيجة 2-0. الحالة الرابعة أعتقد كلنا كمصريين فاكرينها كويس لأننا كنا مشاركين فيها. منتخب هولندا قدر يتأهل في كأس العالم 1990 بعد التعادل في 3 مباريات مع مصر وأيرلندا وإنجلترا. احتلت هولندا المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقط تحت إنجلترا المتصدر برصيد 4 نقط وأيرلندا الثاني برصيد 3 نقط، وصعدت ضمن أفضل توالت، لكنها قابلت في دور ال16 بطل البطولة منتخب ألمانيا الغربية وخسرت منه 2-1 عشان تودع البطولة وداع منطقي جدا. أما الحالة الخامسة فحصلت في كأس العالم 1998 اللي تمت إقامتها في فرنسا، وقدر منتخب الديوك من حسم اللقب بعد الفوز في النهائي على البرازيل 3-0 في مباراة تألق فيها زين الدين زيدان وأحرز هدفين. منتخب شيلي وقع في مجموعة بتضم إيطاليا، شيلي، النمسا، الكاميرون، وقدر منتخب شيلي إنه يصعد لدور ال16 برصيد 3 نقط جمعهم من 3 تعادلات، لكنها قابلت البرازيل المرعب بقيادة رونالدو وريفالدو وبيبيتو وروبرتو كارلوس ودونجا وغيرهم من النجوم. وطبعا منتخب شيلي ما قدرش يصمد كتير قدام منتخب بحجم البرازيل وخسر بنتيجة 4-1 عشان يودع البطولة من دور ال16. الحالة السادسة والأخيرة والأشهر بين كل الحالات اللي فاتت هي المنتخب البرتغال في يورو 2016. بطولة أوروبا 2016 اللي اتلعبت في فرنسا كانت أول بطولة تضم 24 منتخب بعد قرار الويفا بزيادة عدد الفرق المشاركة في البطولة من 16 فريق ل 24 فريق. بيتم تقسيم ال 24 منتخب ل6 مجموعات، يصعد الأول والثاني مباشرة إلى دور ال16 مع أفضل 4 توالت في المجموعات. منتخب البرتغال بقيادة الدون كريستيانو رونالدو وقع في مجموعة بتضم المجر وأيسلندا والبرتغال والنمسا، وقدر يصعد في المركز الثالث برصيد 3 نقط بعد التعادل في ال3 مباريات. في دور ال16 قابل منتخب البرتغال منتخب كرواتيا، واستمرت المباراة بنتيجة التعادل السلبي في الوقت الأصلي عشان نلجأ للوقت الإضافي اللي قدر فيه ريكاردو كواريزما إنه يحرز هدف في الدقيقة 117 عشان يقود البرتغال للتأهل لدور الثمانية. في دور الثمانية قابل منتخب البرتغال منتخب بولندا بقيادة العظيم روبرت ليفاندوفسكي. وقت المباراة الأصلي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1 عشان نلجأ لركلات الترجيح اللي قدرت البرتغال تحسمها بنتيجة 5-3 عشان تصعد للدور نص النهائي وتقابل منتخب ويلز وتفوز عليه 2-0 بهدفي ناني وكريستيانو رونالدو، وتصعد للنهائي وتقابل صاحب الأرض والجمهور منتخب فرنسا. وقت المباراة الأصلي انتهى بنتيجة 0-0، والوقت الإضافي كان في طريقه للانتهاء بنفس النتيجة، لكن إيدير كان له رأي تاني وقدر يحسم اللقب للبرتغال بعد ما أحرز هدف في الدقيقة 109 عشان يعلن عن فوز البرتغال أخيرا ببطولة دولية كبيرة. بعد استعراض الحالات اللي فاتت فالموضوع برضو محير، محدش يقدر يتكهن ايه ممكن يحصل، لكن الأكيد إن مصيرنا لسه بإيدينا. نقدر نبقى زي البرتغال وإيطاليا ونفوز بالبطولة ونرفع الكاس اللي غايب من 14 سنة، وبرضو نقدر نبقى زي باقي الحالات ونخرج من الباب الصغير وتبقى بطولة منسية زيها زي بطولات كتيرة اتنست مع الزمن ومحدش هيفتكرها. كده وصلنا لنهاية الفيديو، وطالما وصلت معايا للنهاية فأنا عايز أشكرك شكر خاص. اكتب لي في الكومنتات انت حضرت أنهي حالة من الحالات اللي فاتت وتوقعك لمنتخب مصر في البطولة دي. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. شكرا، أشوفكم على خير.